وصفتنا النهاردة محتارة فيها، والله ما عارفة أسميها إيه من كتر جمالها. وصفة سهلة جدا وسريعة جدا ومش مكلفة خالص. وصفة اقتصادية، وصفة موفرة وسريعة جدا. في 10 دقايق تقدري تعمليها، تنفع للغدا وتنفع للعشاء كمان، وكمان كلها في صينية واحدة. وصفتنا كمان تنفع لأصحاب الرجيم. وصفة حلوة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بقى تعالوا نشوف هنعملها ازاي ومقاديرها ايه. بس انا بصراحة ما كنتش قادرة اقاوم. وكمان مفيدة جدا للأطفال وتقدري تنوعي، حتى كمان اللي ما بيحبش الكوسة هيجربها وهتعجبه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكوسة زي ما شفناها كده عملناها بالمقوار بتاع البتنجان. تقدري تاخديها خطوط طولية كده على تضليعة الكوسة، تاخديها بميل زي ما انت حابة. هنا انا عاملاها بميل وبالمقوار من بره، واخدة قشر الكوسة من بره. ليه؟ عشان يسهل معايا، وبيبقى الطريقة ديت هتلاقيها مريحة اكتر. كمان مش واخداها من جوه علشان من جوه زي ما انتوا شايفين كده هتبهدل معايا. كل واحد زي ما بيرتاح يختار الطريقة اللي هو حاببها. وهنا احنا معانا كيلو كوسة. كيلو كوسة هناخده تقطيع رفيع خالص زي شرايح الشيبسي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بمكنة الشيبسي لو متوفرة، او بالسكينة تقدري تاخديها زي الشيبسي بالظبط شرايح رفيعة. وكمان لو حابين الكوسة محملة عن كده تقدروا تخليها عريضة شوية. التقطيعة انتوا متحكمين فيها زي ما انتوا حابين، بس الافضل تبقى رفيعة كده. لو بتحبوها محملة شوية مفيش مشكلة، هتنفع برضو. وصفتنا زي ما قلنا سهلة وسريعة وما فيهاش اي مواعين. ميزتها كمان انها في صينية واحدة ومش متعبة، وطريقة التسوية بتاعتها 10 دقايق بس وهتبقى جاهزة معاكي. نجهز بصلة حمراء، بصلة بيضة، اللي انت حباه. انا عاملة هنا ميكس بيبقى طعمه حلو قوي. وواخدة فلفل اخضر مقطعاه بالشكل ده، وهحط معاه واحدة فلفل احمر تطعم معاها كمان. مش هكتر الفلفل عن كده، ولو انتوا بتحبوا الفلفل زيادة تقدروا برضو تزودوه. معلقة سمنة على طول على النار في الصينية، وانزل بكمية البصل بتاعي. البصل مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى على التوم على طول تجهزوا من 3 ل4 فصوص توم بالشكل دوت. وعلى طول بالمبشرة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لا هنقشر توم ولا هندق توم، هنقشر ونفرم التوم في نفس الوقت بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده. طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. وخلي بالكم القشر مش بينزل معانا من المبشرة، هتبقى القشرة وعلى بعضها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده. وادي واحدة كمان مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وتقدري تفتحي بسن السكينة التومة قبل ما تبشريها، هتسهل معاكي اكتر. يلا بقى على طول سهلي على نفسك. وفي لذيذة وسهلة، وصفاتنا لذيذة وسهلة لمتابعينا ان شاء الله. يا رب تنال اعجابكم. البصلة زي ما احنا شايفين مع بعض كده خلاص اصفرت، هننزل عليها بالتومة والفلفل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. على طول وصفتنا سريعة ما بتاخدش وقت. مش هياخد وقت خالص التوم معانا، مجرد ما نشم ريحته بس هننزل على طول بالكوسة. الوصفة معانا مرنة زي ما انتوا بتحبوها، تقدروا تعملوها. كمان فيها بدايل كتيرة، كملوا الفيديو للآخر وهنشوفها مع بعض. ناخد بالنا كمان ان الكوسة من الخضروات اللي فيها نسبة مية عالية، وكمان ما بتاخدش وقت في السوى، ومفيدة جدا لينا ولأطفالنا. نزلنا بنص كمية الكوسة وتقليب كده علشان تاخد راحتها. ونشوف بقية الكمية على طول هننزل بيها وراها على طول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما نأخرش في التقليب عشان يبقى كلها سوا واحد. وكمان انا ما حطيتش في صينية اوسع من كده، لان انا قلت لكم الكوسة فيها نسبة مية عالية جدا، هتنشف بمجرد ما هي تستوي، وكل الكمية دي هتنزل للنص. كمان كملوا الفيديو معايا للآخر، هنشوف هنعمل فيه ايه. يلا بقى عايزين اللايك من أحلى مشاهدين ومتابعين، وترفعوا الفيديو لأكبر عدد وشير لكل اللي انتوا تعرفوه علشان الوصفة تترفع معانا والقناة تكبر. وبكده نبقى قلبنا كمية الكوسة كلها مع البصل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وكل ده احنا لسه بنقلب على النار متوسطة. هننزل بالتوابل بتاعتنا، فلفل اسود ورشة ملح ورشة بسيطة كمون، وطبعا روح الكوسة الكزبرة الناشفة. هنحط كمان رشة بابريكا مدخنة حارة.
حطيت رشة بسيطة عشان الوصفة ما تبقاش معانا مشطشطة عشان خاطر الأطفال. طبعًا هنا البابريكا أهي زي ما إحنا شايفينها نزلت بيها في القناة وهاسيب لكم الرابط تقدروا ترجعوا له، وطبعًا نزلنا على طول كوباية مَيّة زي ما أنتم شفتوا معانا كده، كوباية مَيّة بسيطة صغيرة علشان الكوسة نسبة المَيّة فيها عالية مش هتحتاج مَيّة كتيرة، وعلى طول بقى هنغطيها ونسيبها تستوي كده، ونخلي النار عليها متوسطة، ونجهز معانا البيض وعليه رشة جوز الطيب وفلفل أسود وقطعة جبنة مثلثات بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هضربهم بقى بالشوكة كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهنزل بيهم على طول بقى على الكوسة وهي على النار على طول. الكمية كلها بتاعت الكوسة تتغلف بالبيض. هنشوف دلوقتي عاملينها ازاي، بس قبل ما نعملها الكوسة اللي احنا شايفينها مع بعض دي انا نقصتها ليه، هعمل بيها ايه ونقصتها ليه. كملي الفيديو للآخر وانتوا تعرفوا انا عملت كده ليه. يلا بقى كمان ننزل بكمية البيض كلها بالشكل اللي احنا شفناه ده على طول علشان تستوي معانا وتربط معانا بالشكل ده. انا عايزة اساوي البيض مع الكوسة، مش عايزة تبقى حتة عالية وحتة واطية من التقليب، لا. هعملها الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وهنزل كمية البيض كلها وهزها هزة بسيطة كده عشان البيض مع الكوسة ياخد سوا واحد. وعلى طول الجبنة بقى اللي عندي اللي هي القطعة المثلثات اللي أنا ضفتها على البيض هنزل بيها بقى على طول كده. لو شوية منها يعني منزلش ننزلها بالشوكة وبقيت كمية البيض ونساوي زي ما احنا شفنا مع بعض كده. طبعًا قُلت لكم الوصفة اقتصادية جدًا ومرنة معانا، ما حطيناش أي ميكس جبن، ما حطيناش أي حاجة زيادة ولا لحوم ولا فراخ ولا أي حاجة. الوصفة في حد ذاتها كده مرضية جدًا وجميلة معانا. هنحط شرايح طماطم رفيعة بالشكل ده ونقدر نخرطها صغير زي ما كنا مخرطين قطع الفلفل بالضبط. هنحطها على الوش وتدخل الفرن تاخد لون من تحت، وبعد كده على الشواية أو في نفس الوقت الشواية والفرن في وقت واحد هتبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في جمالها؟ وطريقة سهلة جدا ما خدتش وقت معانا ومفيدة لينا ولأطفالنا، وفي نفس الوقت قلنا سريعة ومش مكلفة خالص. فاكرين بقى كمية الكوسة اللي احنا نقصناها وقلنا كملوا الفيديو للآخر عشان نشوف هنعمل بيها ايه؟ ايوه هي الطاسة دي اللي انا عملت بيها الكوسة. طب انا عملتها كده ليه؟ دي طبقة رقيقة جدا من الكوسة علشان خاطر اللي ما بيحبش الكوسة تقدروا تقنعوه بقى ان هو ياكلها وهتبقى حلوة قوي. ونقطعها زي البيتزا ونحط كاتشب ونعمل بقى حركاتنا كده عشان الأطفال ترضى تاكلها، وبكده بقى تبقى حيلة مفيدة للأطفال. الروزماري بقى لازم تجيبيه فريش بالشكل ده، ودلوقتي الزرع ده بقى متوافر في السوق وبكميات كبيرة كمان، موجود على طول وأسعاره بسيطة كمان. يلا بقى وقت التقطيع واللحظة الحاسمة. شايفين بقى شكلها قد إيه جميل؟ الوصفة زي ما قلنا سهلة معانا ومرنة. تقدري كمان عندك بواقي فراخ، عندك صدر فرخة، عندك لحمة مفرومة، تقدري تدخليها معاكي في الوصفة وتجددي وتبقى وصفة معاكي جديدة. بس هي بالبيض بس جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده قد ايه هي ممتازة معانا. القطع متماسكة، السوا بتاعها حلو قوي، شايفين في صينية واحدة والصينية عاملة ازاي ما لزقتش ولا اي حاجة، وكمان سواها مظبوط معانا وشكلها وطعمها حلوين قوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وادي السوا كمان اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، كمان معانا ما بتفكش علشان البيض بيبقى المادة الرابطة بتاعة الكوسة بالشكل ده، وبيبقى فيه طبعا نسبة بروتين وهتبقى مفيدة معانا. ودي الكوسة اللي هي طبقتها رفيعة جدا، للي ما بيحبش الكوسة مش هيحس بالكوسة، هتبقى مناسبة معاه جدا مع الجبن مع البيض مع تشوفي بقى ايه الميكس اللي هو بيحبوه الولاد. تقدري تحطيه مع الكوسة وتدخليه علشان تفيديهم بالخضار والكوسة وكل فوايد الخضار. هتبقى معانا حاطين بصل وحاطين توم وفلفل، فهتبقى الوصفة كاملة العناصر الغذائية. تقدري تقدميها مع رز أبيض أو مع أي نوع رز انت حباه، بس هي مع الرز الأبيض بالشكل ده، وكمان مع صوص الهاني داك صوص اللي أنا عملته في وصفة البط بيبقى حلو قوي مع الوصفة دي. تقدري كمان تحطيها مع كاتشب حاجة سريعة اللي انت حباه المتوافر عندك تقدري تحطيه. الوصفة مرنة معانا جدا وممتازة. أتمنى إن انتوا تجربوها وأتمنى إن هي تعجبكم،
ومفيش بقى أسهل من كده، ملكمش حجة، وموفرة جدا واقتصادية. حصري معانا في لذيذة وسهلة، صينية الكوسة الصينية الواحدة في وجبة غدا أو وجبة عشاء، صينية سريعة وسهلة، وصينية رجيم كمان. زي ما تحبوا تقدروا تقولوها زي ما انتوا حابين الوصفة معاكم، الوصفة مرنة زي ما اتفقنا. شايفين بقى قد ايه هي الوصفة حلوة معانا. انا ما قدرتش اقاوم بصراحة، ونزلت فيها اكل ما حسيتش بنفسي. زي ما انتوا شايفين كده شكلها جذاب جدا مع الكاتشب بقى، ومع الحركات اللي احنا شفناها دي حلوة قوي. يلا بقى على طول نشوفها مع بعض كده. انا بقى مش عايزة اتكلم تاني عن الوصفة، انا عايزاكم انتوا اللي تقولولي في التعليقات قد ايه هي عجبتكم، وقد ايه الوصفة انتوا شايفينها ناجحة وعجباكم. الوصفة مش محتاجة حاجة، والوصفة سهلة جدا معانا، ونتيجتها مضمونة ومن اول مرة. اي حد يقدر يعملها. امشوا على الطريقة بالظبط كده واعرفوا تكتها، وهي تبقى بسيطة معاكم. هي ما فيهاش حاجة، بسيطة جدا. خلي بالكم السوا، وخلي بالكم من طريقة التقديم، وهتبقى معاكم حلوة قوي. كمان عملت رز الزبدة بالروزماري حلو قوي، ان شاء الله هيعجبكم، وهبقى انزل لكم بيه. دمتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.